السلام عليكم يا جماعة. آه احنا النهاردة بنكمل الحلقة بتاعت السعودية وفيلم الماعز. انا مش كلام على السعودية. السعودية دولة عظيمة. انا كل اللي انا عايز انبه الناس، الناس عايزة الاول تعرف ايه مضمون الفيلم. الناس اللي ما تعرفش يا جماعة، فيلم الماعز ده بيقول ان في اتنين هنديين سافروا السعودية، بس ما لقوش الكفيل بتاعهم. جه فواحد تاني استغلهم وخدهم اكنه كفيل وبهدلهم ومرمطهم وشغلهم في الايه، في تربيه الجمال والخرفان والماعز والذي منه يعني. وكانوا بيتعبوا، بيشتغلوا، كانوا بيتعبوا وبهدلوا. فاما حبوا يهربوا يرجعوا بلدهم فهربوا، فاللي انقذهم برضو واحد سعودي يعني. ده مجمل الفيلم. وهو الفيلم بيتكلم، او الناس بتحاول تقول ان الناس في السعوديه الكفيل وحش. هي الكفاله في حد ذاتها ان يبقى حد عليك ما تبقاش لطيفه، بس يعني يا ماما يعني يا جماعه شوفوا كم مليون هندي شغال في السعوديه. لما يحصل حاجه زي كده نادره، ما ده وارد. انت وارد وانت في الشارع تتخانق مع حد، وارد انت صاحب شركه تجيب واحد وترفضه. وارد اي حاجه يعني، وارد يحصل اي حاجه. الموضوع مش عام، بس الناس عممته. ده مش حقيقي. وده يرجعنا لحاجه مهمه جدا يا جماعه، ان احنا ما عندناش بوق اعلامي قوي يتكلم عننا كعرب او مسلمين. ده الموضوع ده يعني، في موضوع الفيلم ده اثبت فشله يعني. احنا ما عندناش، خلينا صراحه، معانا فلوس كتير، العرب معاهم فلوس كتير، لكن ما عندهمش بوق قوي بيدافع عنهم في الغرب او في اي مكان يعني، او حتى في الهند يعني. اما بالنسبه للهند، الهند برضو كاي دوله ياما اضطهدت المسلمين، ياما الهندوس اضطهدوا المسلمين، وياما قتلوا ناس، وياما حصل حاجات بين المسلمين، حاجات طائفيه بين الاثنين، وياما احداث فرديه حصلت. احنا للاسف دايما برضو حتى عندنا في صناعه الافلام ما بنجيبش الحاجات دي، ما نعرفش ليه. احنا دايما بنخاف على شعور الغير، لكن من غير ما بيخافش على مشاعرنا يعني. الهند حصل فيها حاجات كتير يا جماعة يعني، منها في التقسيم، الهند وباكستان لما حصل تقسيم، وحصلت حرب طائفية من الهندوس للمسلمين، وسنة 83 وسنة مش عارف كام. ارجعوا للتواريخ دي هتلاقوا في مذابح حصلت يعني. والاحداث الفرديه اللي بتقع ضد المسلمين، وعندهم لما قالوا ان المسلمين دول درجه ادنى من اي درجه موجوده في الهند، وما يتوظفوش في الوظائف العاليه يعني. فاحنا لو عايزين نطلع على الهند افلام ونعمل افلام عليها، نعمل مليون فيلم وكله بمصداقيه وكله حقيقي. وده اللي احنا لازم نعمله، نعمل افلام تدافع عن نفسينا، بدل ما الغرب يعني انتوا متضايقين عشان السعوديين. طب ما بالغرب بيطلعوا قصدي متضايقين من الفيلم عشان ده. طب ما الغرب عمل ناس بعقال وبتاع وطلعوا ارهابيين ومش عارف ايه، واحنا عمرنا ما بنعمل حاجه تدافع عن نفسينا. دايما احنا متلقي يعني، احنا كيس القطن او كيس الملاكمه اللي بيتلقى الضربات من كل الناس يعني. فهي دي القصه. لازم يبقى عندنا اعلام قوي، لازم يبقى عندنا شفافية أكتر ومصداقية أكتر. لكن السعودية والله ده فيها ناس عسل، فيها ناس عسل، وأعرف ناس فيها والله. يا على السعوديين يا جماعة. أنت عارفين أنا كنت عملت حلقة قبل كده عن الراجل السعودي اللي أخويا راح يشتغل معاه، كفيل اللي راح يشتغل معاه، وإزاي بقوا أصحاب جدا وبقوا أخوات. لدرجة إن الراجل ده لما أخويا جاي يسافر كان عامل عملية تغيير 3 شرايين في القلب. الراجل جه ومضى وقال انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. وقف جنب اخويا وما سابوش لحظه، واشتغلوا مع بعض ونجحوا مع بعض. واخويا بعد ما سابه ب 10 و12 سنه بيجي ويزوروا اخونا السعودي المحترم دوت، ويزوروا والله والحاجات اللطيفه يعني، اللي هو بيحاول يساعد اخويا ويحاول يقف جنبه. عارفين اخويا لما دخل المستشفى، والله العظيم المفروض فيلم يتعمل على الموضوع ده. اخويا لما دخل المستشفى، الراجل ده نزل من السعوديه، قعد معاه 15 يوم، ساب الشركه بتاعته وساب كل حاجه، وفضل معاه وبقى هو يروح لاكبر الاطباء في التعب اللي كان فيه اخويا، ويحاول يكلمهم ويحاول يعمل ويحاول يدفع ويقول لهم من جنيه المليون اللي انتوا عايزين. والله العظيم ده حصل. واخويا ما كانش بيضحك ولا بيبتسم الا لما بيشوف اخونا السعودي دوت يعني.
حقيقي والله انا ما شفتش حب كده بين اتنين، ولا صداقه كده بين اتنين. الواحد كان يعني فلازم احنا ندافع عن بعضينا. لازم العرب دايما يبقوا في ظهر بعضيهم. ما لهاش، ما فيش يعني الحاجات اللي الناس بتطلع كعرب، او يعني الراجل العماني او العماني، انا مش عارف اللي هي دوله عمان يعني. الراجل الممثل اللي فيها اللي قام بدور الكفيل بيقول اصل انا عايز اوصل للعالميه. يا عم انت بتوصل عالميه ايه؟ احنا هو يعني عنده 65 سنه مثلا، او 60 سنه، او 70 سنه، مش عارف. عالميه ايه يا عم الحاج اللي بتوصل لها؟ بتوصل لها بان انت تطلعنا ارهابيين؟ يا جدعان حرام، حرام. ليه الناس ما بنفكرش؟ ما فيش فكر. ما ليه تقبل بدور زي كده؟ طب ليه ما بلغتش الجهات في السعوديه ان في فيلم بيتعمل كذا كذا كذا، وانا يا جماعه مش حابب ان حاجه زي كده تتعمل علينا يعني. يلا، السلام عليكم يا جماعه.